ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اقدم انواع الكلاب في العالم. انواع الكلاب المتعارف عليها في العالم تقريبا اكتر من 400 نوع، ولكن هل عمرك سألت نفسك ايه هي اقدم انواع دي؟ هنتكلم النهارده على الانواع اللي محتفظة بشكل السلالة بنسبة كبيرة زي ما كانت من آلاف السنين وما حصلهاش تعديل او تهجين. طبعا عمر الكلاب عموما على الارض اقدم من الانسان، ولكن هنتكلم عن انواع المتعارف عليها. يلا بينا نشوف. رقم 5، الباسنجي. كلب من الكونغو بيرجع عمر السلالة حوالي 5000 سنة. تم استخدام النوع ده في صيد الطيور والقوارض. النوع ده لا ينبح زي باقي الكلاب، ولكن ليه أصوات تانية كتيرة مميزة تشبه العواء. رقم 4، التبيتن ماستيف. كلب صيني ويعتبر أقدم أنواع الماستيف المتعارف عليها حاليا. بيقدر عمر السلالة 5000 سنة. تم استخدامه في حراسة المعابد والممتلكات. كلب شرس وقوي جدا جسديا. رقم 3، السلوكي. كلب صيد عربي بينحدر من شبه الجزيرة العربية. عمر السلالة بيرجع ل6000 سنة تقريبا. تم استخدامه ككلب صيد، خاصة صيد الأرانب بسبب سرعته الفائقة. الكلب ده معروف كمان بطبعه الهادي. رقم 2، التشولو. كلب صيد وحراسة مكسيكي. عمر السلالة بيرجع لحوالي 6000 سنة لحضارة الأزتك المكسيكية. الكلب ده بيتميز بأن جسمه مفهوش شعر أو فيه شعر بسيط. كان المكسيكان بيعتقدوا أن ليه حضور بيحميهم من الأرواح الشريرة. رقم 1، الفيرو هاوند أو كلب الصيد الفرعوني. كلب أصله مصري، ولكن مالطا سجلته كنوع الكلاب الرسمي للبلد. الكلب ده سلالته عمرها 7000 سنة أو أكتر كمان، وليه رسومات في المقابر الفرعونية بتثبت كده. تم استخدامه في الصيد بسبب حركته السريعة. شكرا للمشاهدة. عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.